وانت بتكون عادة جديدة حسنة او بتتخلص من عادة قديمة سيئة، افضل طريقة هتساعدك هي انه يكون عندك نية للتنفيذ، واللي هي عبارة عن خطة بتحطها لنفسك بتحدد فيها من بدري وقت ومكان ومدة للتنفيذ. وعلى فكرة في ابحاث كتير بينت ان نيات التنفيذ بتكون فعالة بشكل كبير، لانها بتخليك تتمسك باهدافك عن طريق انك بتحدد من خلالها الكيفية او الطريقة اللي هتقوم بيها او تتبعها في تكوينك لعادة حسنة او تخلصك من عادة سيئة. وده لانك بتحدد المكان والزمان والمدة اللي هتمارس فيها الخطوات اللي هتخليك تكون العادة او تتخلص منها. والخلاصة أي حد بيحط لنفسه خطة بيحدد فيها مكان وزمان وطريقة التنفيذ في أغلب الأحيان بيقوم بتنفيذها، وده لأن نية التنفيذ بتشيل أي ضبابية بخصوص أي عادة أو موضوع معين. لأنك بعد ما تحط نية لتنفيذ عادة معينة أنت ما بتستناش إنه يجيلك الإلهام أو إن حد يشجعك عشان تبدأ، ولكنك بتبدأ في ممارسة عاداتك فورا لما يجي الوقت اللي أنت محدده مسبقا عشان تبدأ، لأنك هتمشي على الخطة اللي سبق وحطيتها لنفسك وحددت فيها المكان والزمان والمدة. ومن أهم فوائد نية التنفيذ إنها بتخليك تقول لا للحاجات اللي مش مهمة في الوقت الحالي، وبتخليك تركز على خططك، لأنه كل ما كنت واضح بخصوص أهدافك مش هتلاقي مبرر يبعدك عن تنفيذها. وعشان تفهم نية التنفيذ أكتر خلينا أقول لك إنه في 2001 مجموعة من الباحثين البريطانيين عملوا بحث على 248 شخص قسموهم لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى طلبوا منهم إنهم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها خلال أسبوع، والمجموعة الثانية طلبوا منهم إنهم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها خلال أسبوع، وادوهم شوية نصايح ومعلومات عن أهمية التدريبات البدنية في المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابة بأمراض القلب التاجي ودورها في تحسين صحة القلب، وخلوهم يطلعوا على كم بحث عن أهمية التدريبات وفوائدها. والمجموعة الثالثة أخذوا نفس المعلومات اللي أخذتها المجموعة الثانية من تسجيلهم لعدد مرات تدريبهم في الأسبوع، ونفس النصائح والمعلومات اللي أخذوها عن أهمية التدريبات وفوائدها، وخلوهم يطلعوا هم كمان على مجموعة من الأبحاث عن أهمية التدريبات البدنية، ولكن هنا زودوا عليهم شوية تعليمات زي إنهم ألزموهم بأنهم يحددوا المكان والزمان والمدة اللي هيتدربوا فيها. والنتيجة كانت بالشكل التالي: أعضاء المجموعة الأولى والثانية اللي قدر يسجل منهم عدد مرات تدريبهم خلال أسبوع ما تعداش 38% من إجمالي عددهم، ولكن المجموعة الثالثة اللي ألزموهم بأنهم يحددوا مكان وزمان ومدة التدريب قدروا 91% منهم أنهم يسجلوا عدد مرات تدريبهم خلال أسبوع. والفضل هنا راجع لنية التنفيذ، واللي ساعدت كل عضو في المجموعة الثالثة انه يقول خلال الاسبوع ده هتدرب مدة مثلا ما تقلش عن 20 دقيقة في المكان كذا والساعة كذا وفي اليوم كذا. وهي دي نية التنفيذ اللي دايما بتساعدك انك تكون عادة حسنة جديدة او تعدل عليها او انك حتى تغيرها لو كانت عادة سيئة.